السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة لدن نعوم الخير. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ مبروك مسبقا العيد. كنتمنى يدخل عليكم الصحة والسلامة وباش ما تمنيش ان شاء الله. هاد الفيديو هذا غندير لكم تحضيرات ديال العيد. غنديروا دوره في مرجان، غنشوفوا الجديد ديال الاشياء اللي خاصنا نشريوها في العيد الكبير، العيد الاضحى. وهنا كنديروا انا وماما كتصاوب في الصابلي، يعني الحلوه ديال العيد ماما كتحماق على الصابلي. وهنا درت العجينه شويه خفيفه، ف عاودت لصقت ليها هنايا، ولكن عاودت صاوبتها. هنا كنشوفوا في هاد الطوابع اللي انا غادي دير اشكال ديال الصابلي. كيف ما كتشوفوا راه الصابلي راه ديجا درناه في القناه، ممكن تشوفوا فيديوهات في القناه وغتعرفوا كيفيه المقادير وكل شيء بالمضبوط. تشوفوا فيديو خاص بالصابلي. وهنا كدير جوج الميكات، وكدير هذيك العجينه ديال الصابلي باش ما كتلصقش ليها، بلا ما تحتاج انها تبقى ترش في الفوس والعجينه تجي قاصحه. كدير هاد البلاستيكه كتجي مزيانه. وهنا هي صراحه دارت العجينه شويه كتقول لي هنا بركه بركه ما تصوريش ما تصوريش، ولكن هنا صورتها. المهم ماشي مشكل. ايوا واخيرا درتها في هاد اللاطه هادي. درت هاد الاشكال، درت القلب ودرت هذيك الشميشه، والشكل الثالث هويا والمربع. درت تقريبا 4 اشكال، وها هما من بعد ما طابوا في الفران. الصابلي راه ما كيبغيش يطيب بزاف، يعني عيش شويه. شوف كيفاش جا غزال. وخاصنا دابا نهار اخر ديال التزيين ديال الصابلي. ايوا صراحه هي زوقت ودرت وهي بالشكلات. هو بهذا المول هذا ندير الشكلات هنا يدوب يعني صعب لي، راه كلشي عارف لي. كاين هاد القالب هذا عاوتاني، هاد المول تاع المول وين كتشرب 5 دراهم. انا كنوريكم في القليبات. وها هي ماما كتصاوب في الشكلات، بعد ما خرجته من الفريغو كتجبدو بشويه بشويه. ها هما الاشكال الاخرين. بصراحه ما كنتش معها فاش كانت كتصاوب هادو ديال الشكلات. شوفوا هادي فاش لصقتها كتزينها. كدير كتلصق الصابلي بهذاك الكليكوز والنابال. ايوا كتستمر على هاد الحاله، تبقى تلصق وتزين. صراحه كيبغي بزاف ديال الوقت هاد الصابلي هذا ديال صابلي بريستيج ديال المناسبات. وهذا السقلي اللي كيدير فوق اللي كنديروه فوق الشكلات، كيتشرى من عند هذاك اللي كيبيع داكشي تاع الحلويات. ايوا ها نتوما على التفصيل هذا ديال الصابلي على من زويناتو تحطوه نهار العيد. انا كنوريكم زعما الخدمه اللي درنا. وهذه واحد الغريبه اخرى، غريبه مشهوره بها مدينه اسفي، زعما كلشي كيديرها. هنا صراحه ما كنتش مع ماما فاش صوبتها. غير الا بغيتو ندير لكم فيديو اخر على هاد الحلوه هذه، راه سهله جدا جدا. قولوها ليا في التعليق باش ندير لكم فيديو خاص بهاد الغريبه هذه. وانا كندهنها بصفار البيض. كدير ماماها البندق، لا عندكم بندق ولا اللوز كديروا ماما هكذا من الفوق.
صراحة كتجي زوينة دواز ديال اتاي. ايوا هنا لالياتي كان دابا مع العيد خاصنا الشوايات ضروري، فهنا اختي كانت بغات تشري شوايه تقريبا خلاها لها يمكن بشي 700 ريال ما عقلتش. وهنا غندير لكم بدوره في مرجان باش تشوفوا هاد الشوايات والقضبان. احسن ماركه صراحه اللي فيها هذوك هي لاماكوم. هاهما القضبان ديال باش ندير انا مرجان ندير بروموسيونات زوينين في العيد الاضحى. اجي تشوفوا معايا هاد الشوايه هادي ولكن شويه غاليين يعني ما شويه شويه مع هذاك الموز كادو. وهادي ب49 درهم، هادي 1000 ريال. 1000 ريال وي. ايوا وهاد القضبان هادو ديال لاماكوم تا هما زوينين شفتوهم تقريبا ندير لهم 49 درهم تا هما 1000 ريال، غاليين شي شويه. اما هادو اللي معلقين كاع بحال هادي الكبيره وهادي حتى هي زوينه دي 23 درهم، رخيصه هادي ما سامبل ماشي شي حاجه. ايوا والعيد واللحم خاصنا ضروري ناخدو المشماش هذا الكيوي كيوي مجفف والزبيب لالا باش نديرو الشيوات ديال العيد والمشماش والعطريه اللي كتخصنا نتوما. ايوا عاوتاني ديتكم معايا باش تشوفوا الشوايات المجامر. هادو مجامر مودرن زعما. شوفوا هاد المجمر هذا داير 129 درهم. وهاد الشوايه هاد المجمر اخر هذا شوفوا هادو زوينين صراحه. وداير 10000 ريال تقريبا. هذا اللي عنده الجرده كيحطو في الجرده ويشوي مع راساتو. وهذه ما عرفتهاش دايره 99 درهم. واش هذا هو مجمر ولا شيكون؟ وكاين الشوايه ديال الضو. عاوتاني ديتكم معايا في واحد الجوله صغيره في هذا المحل بحال مينيسو. كيعجبني انا هاد التويشيات هادو هاد الشيء زوين. هادو ديال الماساج هادو ديال السبور زعما الناس اللي كتريني صراحه فيه هاد الشيء زوين ولكن ما صورش بزاف. جوله خفيفه. المهم كنتمنى انكم دعموني باش نبقى ديما نحط لكم فيديوهات وما نغبرش عليكم بزاف مع هاد العيد. نبقى نصور لكم فيديوهات ديال العيد ان شاء الله. يعني حمقوني انا هاد السيكان. شوفوا شحال كيوت زوينين عجبوني حتى ثمنهم زوين. باقي دايرين شي 79 درهم. هادو ديال الدوش تا اللي بيبي ولا اتمنى انكم عجبكم الفيديو. ما تنساوش تخليو لايك وتعليق. وهنا كنقول لكم السلام عليكم من مدينة اسفي.